هذا الشيء اللي معاي في الصحن إذا مو في بيت أحد فيكم فأهله جياع. طبعا هذا مو كلامي، كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرواحنا له الفداء صلوا عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الشيء فيه فوائد عظيمة للجسم وكنز من كنوز الصحة. انشروا هذا المقطع لعل الله يكتب لكم الأجر وخلوه يوصل كل بيت من بيوت المسلمين. هذا الشيء هو التمر. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله. والعجيب والجميل في الأمر أنه بعد 1400 سنة اكتشفت الدراسات والطب الحديث فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى للتمر، كما وصانا أن ناكل الحبيب عليه الصلاة والسلام. أولا يحفز الكبد، ومن المعروف أن الكبد هو خط الدفاع الأول ضد السموم، والتمر غني بالمغنيسيوم والكالسيوم اللي تعزز وظائف الكبد. اثنين اكتشفوا أن التمر يحتوي على أقوى مضادات الأكسدة التي تمنع تليف الخلايا عند الإصابة بالتسمم. وأيضا التمر يحفز على طرد السموم من الكلى، لأن التمر في نسبة عالية من الألياف. وأنا على يقين تام أن كل الأطباء والباحثين اللي درسوا فوائد التمر في أشياء في التمر وفوائد لسه ما وصلوا لها، لأن التمر وصية نبوية من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أرواحنا له الفداء صلوا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يطعم أهلنا في غزة من جوع، ينصر المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. لا تنسونا من دعائكم. وأخيرا نحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.